من فترة كده وهم بجد محيريني قوي. ساعات كتير كنت بشوفهم جيل متنعكش كده ومحدش مالي عينه، وساعات تانية كنت بشوف منهم تصرفات بجد بتبهرني. عشان كده كان نفسي قوي أسمعهم، أقرب منهم، أدخل جوه دماغهم. النهاردة أنا هحاول أفهمهم صح، ونحاول كلنا، بس المهم نكون متفقين إن ده مش برنامج. ميران ممدوح. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. احمد، بتحب نفسك؟ طبعا. ليه؟ مين ما بيحبش نفسه؟ لا، في ناس كتير ما بتحبش نفسها. دول مرضى نفسيين. هو البني ادم بيحب نفسه. ما استنى ما تحكمش على حد. اتكلم عن نفسك. انت جاي هنا تتكلم عن نفسك. انا سألتك بتحب نفسك قلت طبعا. ليه طبعا؟ ما اكيد بحب نفسي. ايه الصفات الحلوه اللي انت شايفها حلوه قوي فيك فبتحب نفسك قوي عشانها؟ ممكن انا ما اشوفش الصفات الحلوه فيا، يعني انا ما اقدرش اقول انا ايه حلو فيا. طب ازاي بقى وحش بتحب فيا. نفسك وما بتشوفش الصفات الحلوه؟ ما اللي بيحب نفسه بيبقى عارف صفاته الحلوه ايه. لو انا قلت لك ايه صفاتي الحلوه ممكن ابقى بني ادم نرجسي. لا، في فرق كبير بين النرجسيه والغرور والثقه بالنفس وحب الذات وحب النفس. في فروق كتير قوي. مش عارف انا صفاتي الكويسه ايه، بس انا اكيد 100% بحب نفسي يعني. اوكي، دي ما اقدرش احددها يعني. ماشي. ايه اكتر حاجه بتكرهها في نفسك؟ التسرع. ايه الحاجه اللي بتعملها بتبقى بعدها قرفان مش طايق نفسك كاره حياتك؟ ان انا اعمل حاجه من ورا اهلي، يعني انا ما بحبش اعمل حاجه زي دي. لا بص، هتبقى دبلوماسي هزنقك. لا مش دبلوماسي ما والله. تبقاش دبلوماسي وقول الاجابه الصحيحه، ما تدينيش اجابه نموذجيه. والله لا، هي دي الحقيقه. ما انا ما بعملش، يعني بعمل ايه بيخليني مش طايق نفسي؟ ان انا اعمل حاجه من وراهم يعني. طب انت بتكذب كتير؟ لا بس بكذب يعني، بس مش كتير. لما بتتقفش بيحصل ايه؟ يعني ما بيحصلش حاجه، على حسب الكذبه كانت كبيره ولا صغيره. انت بتكذب كذبه كبيره؟ ساعات على حسب الموقف. طيب لما بتتقفش بكذبه كبيره بيتعمل فيك ايه؟ بتعاقب. انا بسأل سؤال. ايوه، بيتعمل فيك ايه؟ بتعاقب. ايه العقاب؟ يعني ممكن اتعاقب من نزول، ممكن تليفوني يتسحب. والعقاب ده مناسب ليك؟ هو تليفوني لما بيتسحب ده انا بتجنن، ولما بتعاقب من نزول بتجنن برضه. يعني العقاب ده مش عاجبك؟ اكيد مش عاجبني. مين طب اوكي، بتغلط تاني ليه بقى عشان تتعاقب تاني نفس العقاب اللي مش عاجبك؟ النفس اماره بالسوء بقى. يا النفس سلام، أمارة لا بالسوء. والله. النفس اماره بالسوء. اوكي، انت لما تكبر وتتجوز وتخلف هتعاقب ولادك ازاي؟ على حسب هما غلطوا وعملوا ايه. بس انا شايف ان العقاب، هشوف هو اكتر حاجه بيحبها ايه واحرمه منها، فده العقاب. زي ما اهلك بيعملوا معاك بالظبط دلوقتي. ما هو انا بتعاقب بالطريقه دي، فاكيد هعاقبهم بالطريقه دي. طب ما انت مش عاجباك. ما مش عاجباني بس بتربيني. لا والله. ما هو عاجبني انك مقتنع. ما هو انا لازم اقتنع، ما هو دي الحقيقه. لا تمام، انا مبسوطه على فكره ان انت مقتنع وان انت رغم ان انت مش عاجبك العقاب، لكن لما تكبر ما هو هتعاقب اسمه ولادك. عقاب. هو ما اسموش اسمه عقاب؟ عقاب. اسمه عقاب. اسمه عقاب. فهو العقاب لازم اكيد مش عاجبك. لو هو تحرمه مثلا من بلاي ستيشن، من لو بيحب نزول. يقعد يلعب على البلاي ستيشن هسحبه منه، بس مش هذله يعني زي ما انا ما بتذل. يعني مش هذله، انا بتذل. انت بتتذل. يعني انا بتذل، هم بيصدقوا عاجبوني عشان يذلوني. ماشي، ما هو انت هتذل ولادك برضو عشان يتعلموا الادب زي لا، ما هم مش بيعلموك الادب. مش الذل، يعني انا هعاقبه مثلا يوم واديهوله، مش هفضل اذله على التليفون بقى اقول له لا هم 3 ما هو أيام. على حسب العقاب بقى، على حسب العمله. يوم لو حاجه صغيره، يومين 3 شهر لو حاجه كبيره. فانت قبل ما تعمل، هو ده الاستفاده من العقاب، ان انت قبل ما تعمل الغلط فكر انت هتتعاقب ازاي، ما انت بتبقى عارف انها حاجه غلط، صح؟ صح. طيب فكر فيها وقلل. يعني بدل ما تاخد شهر، اسبوع، تاخد يوم 2. ممكن ما تاخدش خالص لو رجعت عنها وما عملتهاش. صح. ما هي دي الاستفاده من العقاب. صح. يا زيكو، صح؟ ممكن برضه. صح. طيب قولي، مين مثلك الاعلى؟ ممكن يكون بابايا. ايه هو حلم حياتك؟ عايز اطلع طيار. ايه اكتر حاجه بتخاف منها في الدنيا؟ ان انا ما اطلعش ناجح، يعني انا دي حاجه بتوترني من دلوقتي. انا عايزه اطلع ناجح بس، وقاعد بقى انا نايم طول النهار وبخرج طول النهار وانا تمام، بس انا عايزه اطلع ناجح. ما كل الناس عايزه تطلع ناجحه، بس بعمل ايه عشان ابقى ناجح؟ ما هي دي الفكره، ان ما بيبقاش عندك طاقه تعمل حاجه يعني. ما بيبقاش عندك طاقه تعمل حاجه. ما هو في سننا ده ان انت لما بتتغيري ان انت تنزل مثلا او اي حاجه بتنسى كل اللي وراك، وبتنسى انت كنت عايز تعمل ايه اصلا.
طب وليه ما تبقاش اقوى من كده من جوه وتحط التارجت في دماغك وهدف ان لا اللي انا عايزه هحققه الاول وبعدين ابقى انزل. ما بقولكش ما تخرجش، ما بقولكش ما تنزلش، ما بقولش ان الحاجات مش مغريات بس ذاكر الاول وخلاص وبعدين انزل. الكونسبت دي انا لسه واصل لها من فتره، يعني ان هو انا لازم اضحي بالحاجات الصغيره دلوقتي عشان اوصل، يعني عشان ما اضحيش باللي انا عايزه قدام. برافو. فانا لسه واصل للكونسبت دي دلوقتي يعني. دلوقتي حالا من شويه. من نص ساعه. من نص ساعه والله. ماشي اوكي، المهم ان انت توصل لها، مش مهم توصل لها امتى، بس المهم انت توصل لها وتبتدي تنفذها. بس الخروج مش هيخلص. بالظبط، الخروج مش هيخلص. الخروج مش هيخلص يعني. انت بتلعب رياضه؟ بروح الجيم. طب خروجه حلوه ولا الجيم؟ على حسب انا رايح مع مين. بمعنى لو رايح الجيم لوحدي لا اخرج الخروج، لو رايح مع صحابي اروح الجيم. يعني في النهايه تبقى مع صحابك برضو. بس ما هو انا بحب اتمرن مع صحابي، ما بحبش اتمرن لوحدي. اوكي، يعني تقصد تقول ان انت بتحب حد يشجعك. عندك عدد صحاب قد ايه بالتقريب؟ صحاب معارف؟ لا كتير جدا. اوكي، عندك انتيم قد ايه؟ دي يعني اتنين 3 بالكتير. طيب هو انتيمك ده او الاتنين صحابك قوي دول، الانتيم المفروض يعرف عن صاحبه كل حاجه؟ مشاكل مثلا البيت لا ما يعرفهاش، ملوش ان هو يعرفها. انما مشاكلي انا كل ما يخصني عادي ممكن احكي له عليها واتكلم معاه حتى لو فيها. حاجه شخصيه يعني حاجه برايفت؟ مفيش مشكله، ما هو صاحبي. لما بتغضب من حد من صحابك بتعمل ايه؟ الانتيم. لا ما جربتش اغضب منهم. ما عملوش حاجه غلط ولا مره؟ لا اكيد بيغلطوا بس احنا بنعدي لبعض يعني. طيب ولما بتغضب من اهلك بتعمل ايه؟ اخش اقعد في اوضتي. بتعرف تتحكم في الغضب ده؟ لا بعد ما كنت قلت كلمتين وبعد كده اتهزقت ودخلت قعدت في الاوضه خلاص بقى. يعني مش عايز اتكلم معاهم. عاجبني فيك انك متسامح. يعني دي عارف الحقيقة. ان انت هتعمل غلط فممكن هتتهزق، فانا تمام هتهزق وهدخل اوضتي. دي الحقيقه دي. اخواتك ولا اصحابك؟ لا اخواتي. علاقتك قريبه من مين اكتر في البيت، بابا ولا ماما؟ ولا ده الفتره دي. يا ابني انت متخانق وجاي ولا ايه؟ ولا ده ايه ده؟ ولا بابا ولا ماما؟ لا طب ما تخليش موقف انت ممكن تكون فيه دلوقتي يأثر عليك. لا بقالنا فتره يعني ولا ده بس عاده بتبقى ماما يعني. ليه؟ ماما قاعده معايا دايما في البيت. بابا بظروف شغله هو مسافر، بس بابا لما بيبقى موجود بكون قريب منه. بس هو عاده بتبقى ماما يعني. اوكي، ماما قريبه بتعرف تتفاهم وتتواصل معاها اكتر؟ لا بتفاهم معاها، عندي مشكله مع صحابي بره البيت بحكيها لها وهي بتديني حل، بتنصحني، ما بتجبرش عليا الحل ده، بتنصحني وانا اخد بيه او لا. لو عملت حاجه غلط قبل ما تواجه مامتك وباباك بيها بتواجه نفسك بيها وبتعتذر لنفسك ولا ما عندكش سياسه الاعتذار لنفسك؟ لا انا بندم على الحاجه الغلط اللي بعملها، بندم جدا، بس هم ما بيبقاش وصل لهم ان انا ندمان. انا ما قلتش انت بتندم ولا لا، انا بقول لما انت بتعمل حاجه غلط عندك سياسه الاعتذار لنفسك، يعني تقول انا اسف الحق لنفسي، انا المفروض ما اعملش كده. الندم معناه ان انت بتكون ندمان على الحاجه اللي انت عملتها في نفسك لنفسك. ماشي، ممكن تبقى ندمان بس ما بتعتذرش. لا بعتذر لنفسي. بتعتذر؟ بكون متضايق يعني. وبتعتذر لاهلك؟ طبعا لازم اعتذر لهم طبعا. الفتره اللي فاتت دي بتوين الدراسه ما فكرتش تشتغل؟ فكرت في ايه؟ تشتغل ايه؟ فكرت ان انا افتح لوكال براند هوديز وكده. بس انا دلوقتي مشغول بامتحاناتي فاجلت الفكره شويه. هنا خليني اقول لك، انت مش شايف ان انت رحت الفكره تقريبا 80% من جيلك عاملها؟ ما ال 80% نجحوا. وبعدين مين قالك ان ال 80% نجحوا؟ في ناس ما نجحتش. بس معظمهم نجحوا. اوكي، بس مش شرط ان انت تبقى من معظمهم. طب ليه ما تفكرش في فكره تانية مختلفه وتتميز بفكره مختلفه؟ دي فكره برضو بس انا ما فكرتش. دي فكره فكرت فيها دلوقتي صح؟ ما فكرتش في الموضوع خالص. تحب تصرف فلوس باباك ولا فلوسك انت؟ لا فلوسي انا طبعا. دلوقتي؟ لو دلوقتي بشتغل هصرف فلوسي مش فلوس بابايا. اوكي، بتحب اصلا فكره ان انت تاخد فلوس من باباك ولا يعني مش طايق نفسك كده لحد ما تكبر وتشتغل ويبقى معاك فلوسك فعشان ما تاخدش فلوس منه؟ لا انا متصالح مع نفسي جدا، انا ما عنديش مشكله ان اخد منه فلوس، بس لما انا اعمل الفلوس هتكون احسن، هحس باحساس احسن وانا بصرفها. وهكون بصرفها بعقل اكتر من ان انا بصرف فلوس بابايا. طب ما هو باباك تعبان فيها يا ابني برضه. ما هو انا مش حاسس بيه، لما ابدا اشتغل بقى هحس بيه. بتقعد على السوشيال ميديا؟ بس قد ايه؟
لما ببقى فاضي ومفيش حاجه اعملها حرفيا، يعني مبقاش في حد فاضي ولا ينزل حد من معايا. صحابك فاضي؟ فبقعد. طيب مش معايا ان انتوا محتاجين يبقى في اي يعني فكره او مكان او حاجه بتتعمل اوقات فراغكم دي، بدل ما انتوا ما بتعملوش حاجه خالص كده؟ انتوا مش زهقانين اصلا؟ لا مش بنزهق، هو موضوع مسلي ان انت تفضل قاعد التليفون ايه وانت المسلي بتتسلى. في ان انتوا كل يوم بتنزلوا نفس النزوله، تلفوا نفس العربيه في نفس الاماكن في نفس مع نفس الاشخاص؟ ايه المسلي في كده؟ هو بيبقى مسلي، انت بتقعدوا كل يوم بيبقى في حوار جديد بتتكلموا فيه. من وجهه نظرك بسنك ده وطريقه تفكيرك، تفتكر ايه الحاجات التحديات اللي واقفه في وش الجيل ده دلوقتي؟ معظمنا دلوقتي ما بيفكرش في حاجه، ما بيفكرش في مستقبله، دي التحديات اللي واقفه قدامنا. احنا كل اللي بنفكر فيه ان احنا ازاي بس ننبسط بس كده، ما بنفكرش احنا قدام بقى هنعمل ايه. طب ده جاي من فين؟ ده جاي من دلع الاهالي. دلع الاهالي؟ ما عندناش احساس بالمسؤوليه. من فين؟ ما احنا ما عندناش احساس ايوه بالمسؤوليه. ده جالك من فين برضو؟ لا انا عندي احساس بالمسؤوليه، انا بحس بالمسؤوليه، بس ده بيجي من ان احنا يعني ما بنشيلش اي مسؤوليات حتى لو صغيره. مهتم باي قضيه اجتماعيه؟ ايه؟ القضيه الفلسطينيه طبعا. ورايك فيها ايه؟ كلنا نقاطع زي ما احنا منقطعين كده، وان كلنا نحاول نوصل صوتنا ان فعلا ان الناس دي مظلومه واخواتنا مظلومين فعلا، وان دي ارضهم ودي حقهم، والمفروض الدول تتحرك ان هي تساعدهم، لان هم دلوقتي مزنوقين بالبلدي، هم مزنوقين ولا معاهم سلاح ولا معاهم اي حاجه يقدروا يحاربوا بيها ولا يدافعوا بيها عن نفسهم. الاطفال بتموت، الستات بتموت، الرجاله بتموت. فالمفروض العالم زي ما هم بيقولوا ان هم عندهم انسانيه وان هم بيراعوا حقوق الانسان، فاللي بيحصل ده مش حقوق انسان اطلاقا. ايه رايك في تاثير التكنولوجيا على جيلك؟ هو تاثير سلبي للي بيستخدمها غلط، وتاثير ايجابي للي بيستخدمها صح. هو انا ليه حاسه ان انت عارف كل الصح اللي المفروض يتعمل بس ما بتعملوش غتاته؟ يعني انا هعمل كل حاجه صح وانا ملاك، ما انا لازم اعمل حاجه غلط، هو الغلط بيبقى ممتع. افرض اتعودت بقى. لا مش لو عندك فرصه تقابل شخصيه خياليه تحب تقابل مين؟ ممكن اقابل سوبرمان. لو جات لك فرصه تعمل تبادل ثقافي مع بلد تانية، تختار بلد ايه؟ مش عارف، مفكرتش في فكر. الموضوع ده. لو عندك فرصه تشتغل شغلانه لمده يوم واحد بس، تختار تشتغل ايه؟ رائد فضاء. رائد فضاء؟ ليه؟ لان الشغلانه دي بتاخد 10 سنين قبل ما تروح وترجع. فهي خلاص يوم واحد انا هجرب التجربه وارجع تاني. يا ابني انت جاي تصيع عليا هنا. ليه؟ انا بقول لك يوم واحد، شغلانه يوم واحد. يوم واحد؟ ايوه. ما فكرتش في الموضوع. تعرف اي معلومه عن الذكاء الاصطناعي؟ ان هو تقريبا هو زي البني ادم، هو عنده معلومات على كل حاجه، هو زي الكمبيوتر عنده معلومات لكل حاجه ويقدر يجاوبك على اي حاجه. لو قلت لك زود حاجه في حياتك قولها لي بيها حياتك هتبقى احلى، تزود ايه؟ ان بابا يبقى متفاهم معايا شويه. طيب انت بتركب مواصلات؟ لا. لو عندك اوبشن تمسك منصب مهم في البلد، تمسك منصب ايه؟ رئيس الجمهوريه. نعم؟ رئيس الجمهوريه على طول. على طول كده؟ دي الخطه ان شاء الله. لسه كنت برضو هسألك اقول لك لو صحيت من النوم في يوم لقيتهم بيقولوا لك يا احمد احنا ماسكك منصب وزير الزراعه، اول حاجه تعملها او اول قرار هتاخده ايه؟ هزرع قمح وقط وهزرع كل الاراضي مع بعض. طب ولو مسكت وزير التعليم؟ لا هحسن التعليم في مصر جامد. تعمل ايه اول قرار هتاخده؟ اول قرار هاخده ان انا مش هخلي ثانويه عامه دي سنه واحده ويا تسقط يا تنجح. بقالك كام سنه في الثانويه العامه؟ من ايام الحمله الفرنسيه انا عارف. هقول لك حرف وتعمل لي منه جمله باللغه العربيه. صعبه دي بس ماشي. ما ماليش دعوه يعني. ماليش دعوه. جمله بتبدا بكلمه بالحرف ده، دي سهله قوي. ماشي. حرف الخاء. خروف العيد. هي دي كده جمله؟ لا. لا والله دي جمله باللغه العربيه؟ بتكلم سعودي يعني ولا ايه يعني؟ ايه دخل السعودي في الموضوع؟ جمله باللغه العربيه. ايوه الخروف بيتذبح في العيد. اولا دي الخروف مش خروف. بتبتدي بالخاء. فين انت قلت الخروف؟ مش عارف. قول لي جمله باللغه العربيه بحرف الصاد.
انا ما بعرفش كلمه بالحرف الصاد. ولا كلمه؟ صديقي ها؟ رجل محترم. وماله. اشتريت. طيب هقول لك شويه مصطلحات وقول لي برضو يعني ايه باللغه العربيه. ماشي. يا اسطى. يعني ايه يعني؟ دي مالهاش. يا اسطى يعني ايه؟ مش ده كلامكم؟ يا اسطى ويا اخويا وقلبي مش ايه، مش ده كلامكم؟ لا مش كده. ده كلامكم. يا اسطى دي لا لا انا جايباه منكم. يعني بنادي عليه، يعني هي اداه نداء. عيب عليك يا باشا باللغه العربيه. عيب عليك يعني ما تخافش. باللغه العربيه بقى. أيوة ما هي يعني. ما تخافش دي مش لغه عربيه. لا تقلق. لا تقلق. قول لي تعريف الاكس باللغه العربيه. الحبيبه السابقه، هو ده التعريف. اكبر فتيه سمعتها من واحد صاحبك. ده لسه من كام يوم قال لي انت لو اتولدت في الجامعه الامريكيه هتاخد الجنسيه الامريكيه. لو اتولدت جوه الجامعه هتاخد الجنسيه. طبعا انت كنت متاكد انها فاتيه صح؟ 100% يعني. انت معاك تليفونك؟ طيب اتصل بواحد صاحبك انتيمك وافتح السبيكر وقول له ان انت في الاسم ومزنوق جدا جدا ولازم يجي لك حاجه. يا عملتها كتير قوي يلا. دي، بس كنت بجد في الاسم. يلا. تتصل بواحد صاحبك ما يكونش عارف ان انت هنا يا احمد. ها؟ انا بتصل اهو. ما يكونش عارف ان انت هنا. يا رب يرد. افتح السبيكر. الرقم الذي طلبته غير صحيح. ده انتيمك؟ ده انتيمك؟ ما بيردش. اتصل بمين فيهم؟ هو افتح السبيكر وعلي التليفون. دوس 3 وخلي أغنية جيت متأخر لرامي جمال كول تونك، وحمل أغاني بلا حدود على أنغامي، وللكول تون دي دوس نجمة. أما بعد هبدأ الكلام بوعد أفضل معاك والتراب أنا بار أنا راب أنا الماضي تسع أنت لما وأنت مش بيردوا عليا ليه؟ صحابك. انا تيمك. لا والله بيردوا على طول. أنا اقسم تيمك. بالله. محدش بيرد عليك من صحابك. مش عارف انا في ايه. طيب خلاص كده. لا والله لا يردوا. لا انا مش جايه لكم، بيرن انا مش أهو، قاعده لك انت بيرن. واصحابك بيرن هنا. اهو بيرن. يا رب يرد. ده هيقعد يضحك اصلا. الرقم الذي طلبته غير صحيح. ده هيقعد يضحك ده. دول انا تيمك يا استاذ. ما هو التاني عارف انا فين. لو قلت لك بيع واحد صاحبك دلوقتي حالا وهديك $1,000,000. هبيعه. هبيعه هو وعيلته كلها. بعتني بكام يا صاحبي؟ يستاهلوا ان هم ما ردوش عليك على فكره. والله هبيعه هو وعيلته كلها يعني. يستاهلوا، انت تستاهل ان هم ما ردوش عليك. هو هيديني $1,000,000؟ انا بقول لك لو قلت لك بيعه دلوقتي حالا وهديك $1,000,000 ايوه هو هتبيعه؟ هيديني $1,000,000؟ لا. لا. خلاص طب هبيعه. حلو، هتختار مين بقى من صحابك تبيعه؟ قول لي اسم. هبيع الواد اندرو. هو يستاهل البيع. اوكي هتبيع اندرو صاحبك. تمام. اخر حاجه عايزاك تقول مسج من خلالنا لبابا وماما. والله اقول لهم ان انا مبسوط ان هم بابايا ومامتي هم ربوني كويس وبيعملوا كل اللي هم يقدروا عليه ان هم يطلعوني احسن حد واحسن منهم. فانا فعلا مبسوط ان هم اهلي يعني. باي مشاكل هم بيعملوها معايا او اي حاجه دي كلها بتبقى مشاكل، بس هم فعلا بيحطوا كل مجهودهم ان انا اطلع كويس. وانا شايف ده. كان في حاجه عايز تتسالها ما اتسالتهاش؟ لا ما كانش في دماغي حاجه قوي. في حاجه عايز تقولها ما قلتهاش؟ والله عايز اقول ان احنا المفروض نركز كجيل، نركز كده ونشوف مستقبلنا فين والصح والغلط فين، لان انا بدات المس الموضوع ده دلوقتي واشوف مستقبلي فين واشوف ان ما حدش حرفيا هينفعني مهما كان بيحبني قد ايه من صحابي. ما حدش هينفعني، ما حدش هيجي يقول لي خد مجموع يخش بيه مثلا جامعه او كليه، ما حدش هيذاكر لي ويخش مكان الامتحان. انا اللي هنفع نفسي وانا اللي يعني ما حدش في الاخر هينفعني، كله في الاخر هيروح لطريقه وهيروح لشغله، هيروح لكليته، هيروح لعيلته، وما حدش هينفعني في الاخر. فاحنا المفروض فعلا نركز. شاطر. شاطر جدا. احنا خلاص خلصنا. الحمد لله.